خلينا ندخل في الموضوع على طول. كلنا بنوصل لمرحلة بنقول فيها أنا هموت من الجوع، صح؟ السؤال بقى، هل الألمان بيقولوا حاجة زي كده؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنتعلم إزاي نعبر عن جوعنا ده بطريقة ألمانية أصيلة. الأجندة بتاعتنا بسيطة خالص، هنبتدي بالحاجات الأساسية قوي، يعني إزاي نقول إننا جعانين أو عطشانين. بعدين هنتطور شوية ونعرف إزاي نقول نفسي في حاجة معينة بالطريقة الرسمية. والحتة اللي جاية دي هتعجبكم قوي، هنتكلم في مصطلحات الشارع، الكلام العامي بقى. وفي الآخر خالص هنشوف إزاي نرد على حد بيسألنا ونعمل ملخص سريع لكل ده. جاهزين؟ يلا بينا. إزاي نقول إننا جعانين أو عطشانين؟ دي جمل لازم تكون في جيبنا. وأول جملة معانا هي Ich habe Hunger. لو ترجمناها حرفيا هتطلع أنا أمتلك جوع. غريبة شوية صح؟ بس هي كده في الألماني، هم مش بيقولوا أنا جوعان زينا، بيقولوا أنا عندي جوع. فبساطة شديدة، عايز تقول أنا جعان هتقول Ich habe Hunger. بسيطة اهي. وعلى نفس المنوال بالظبط، لو عطشانين هنقول Ich habe Durst، برضو ترجمتها الحرفية أنا عندي عطش. خلاص كده القاعدة بقت واضحة زي الشمس، بنستخدم فعل haben اللي هو يملك مع كلمة هونجر للجوع ودورست للعطش. الموضوع ماشي بنمط معين وده بيسهل الحفظ. كده تمام قوي، عرفنا نقول إننا جعانين بشكل عام. بس لو نفسنا في حاجة معينة، يعني مش أي أكل والسلام، هنا بقى الموضوع بيتطور شوية وبنحتاج تعبير جديد. التعبير الرسمي والمحترم اللي نستخدمه في أي مكان هو Ich habe Lust auf. دي بالظبط زي ما بنقول بالمصري أنا نفسي فيه أو عندي رغبة فيه. يعني دي الطريقة اللي ممكن نستخدمها في مطعم مع ناس ما نعرفهاش في أي موقف رسمي. ناخد مثال عشان الصورة توضح. تخيلوا كده نفسكم في ألمانيا ونفسكم تاكلوا السجق بتاعهم المشهور ده، هتقولوا إيه؟ Ich habe Lust auf Bratwurst، يعني أنا نفسي في براتوست. بسيطة ومباشرة جدا. وممكن كمان نستخدمها كسؤال، يعني لو عايز تسأل حد هتعكس الموضوع وتقول Hast du Lust auf Schokolade؟ اللي هي بالظبط زي ما بنقول نفسك في شوكولاتة أو تاكل شوكولاتة. شفتوا إزاي الموضوع سلس؟ طيب خلصنا الكلام الرسمي، نيجي بقى للحتة اللي بجد، كلام الشارع. إزاي نتكلم زي الألمان نفسهم في حياتهم اليومية، خصوصا الشباب؟ هنا الكلام بيبقى ليه طعم تاني خالص. بصوا كده معايا، فاكرين كلمة لاست اللي لسه قايلينها؟ دي بتاعت الكلام الرسمي. في العامية بقى ومع الصحاب بيشيلوها ويحطوا مكانها كلمة تانية خالص، بوك. هو ده السر كله، كلمة واحدة بس، بوك، بتنقل الجملة من الفورمال للعامي على طول. فجملة هاب بوك أوف هي دي النسخة الشبابية بتاعت أنا نفسي فيه. المعنى هنا أقوى شوية، كأننا بنقول أنا مشتهي أو أنا جاي على بالي قوي. ده بقى الكلام اللي هتسمعوه في الشارع بين الأصحاب، الكلام اللي على طبيعته. مثال كمان عشان تثبت، معدي من قدام محل حلويات وشفت حتة كيكة شكلها خطير، هتقول إيه؟ Ich hab Bock auf Kuchen، يعني يا نفسي في حتة الكيكة دي قوي. حلو قوي، كده عرفنا ازاي نقول احنا نفسنا في ايه سواء رسمي او عامي. طيب لو الكرة في ملعبنا بقى وحد هو اللي بيسألنا، نرد نقول ايه؟ تعالوا نشوف. تخيلوا الموقف ده، حد من صحابكم جاي بيقول لكم هاستو اوخ بوك auf بيتزا. هو كده بيسأل ايه رأيك في بيتزا او نفسك في بيتزا انت كمان، بالبلدي كده نضرب بيتزا. الردود هنا سهلة جدا ومباشرة، ما بيهاش لف ودوران، يا إما أكيد يلا بينا بحماس أو لا ماليش مزاج. خلينا ناخد كل واحدة بالتفصيل. نبدأ بالرد الإيجابي. لو الفكرة عجباك ومتحمس ممكن تقول ببساطة أو يا. دي فيها حماس كده، كأنك بتقول أكيد طبعا أو يا سلام يلا بينا. طيب لو عايز رد أقوى، رد يبين إنك موافق 100%، هتقول يا فول بوك. كلمة فول دي معناها جدا أو قوي، فكأنك بتقول أكيد أنا نفسي فيها قوي. ده رد شبابي وحماسي جدا. نيجي بقى للجانب التاني، لو مش عايز خالص ومش جاي معاك سكة، الرد الحاسم هنا هو مي نول باك. كلمة ني دي اختصار للا، ونيل يعني صفر، فكأنك بتقول رغبتي 0%. بالبلدي كده لا مليش نفس خالص. هايل، كده احنا لمينا الموضوع كله تقريبا. وعشان كل حاجة تبقى واضحة ومفيش حاجة تقع مننا، تعالوا نبص على ملخص سريع يجمع كل اللي قلناه. ملخص كل حاجة، لو حاسين بجوع Ich hab Hunger.
لو نفسكم في حاجة معينة بطريقة رسمية ich hab Lust auf. لو بتتكلموا كلام شبابي وعامي ich hab Bock auf. لو حد عرض عليكم حاجة وموافقين جدا ja voll Bock. ولو مش عايزين خالص nee null Bock.